ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده فيديو جديد، وفيديو النهارده مهم جدا. النهارده هقول لكم طريقه في المذاكره، ودي من افضل الطرق اللي هتخليك تلم الماده كلها كويس وتقفلها كمان. بس امشي معايا على الخطوات دي. ولو انت بتتفرج على الفيديو ده ليله الامتحان او قبل الامتحان بساعات، فتعالى اقولك هنعمل ايه عشان تلم الانجليزي كويس، جرامر وكلمات وباراجراف. فانت تقدر تلم الانجليزي، بس اهم حاجه انت ما تملش وتكون نفسيتك وحشه. انت لو استغليت اليوم اللي صبح عليك الامتحان فيه وهتركز على المذاكره في اليوم ده، ولو مش مذاكر من اول السنه، وهتقدر انك انت تلم الانجليزي بسهوله. يلا بينا نبدا. خلينا نعرف ان امتحان الانجليزي ما هو الا قواعد وكلمات، وانت المطلوب منك عشان تراجع الماده صح هو حفظ كلمات كل يونت. طيب هتراجع عليها، ولو في كلمات انت مش عارفها وصعب عليك، هات ورقة او كشكول ونخليه للمادة. تمام، نبدأ نكتب فيه الكلمات الصعبة والمتشابهة علشان نراجع عليها قبل الامتحان وحتى واحنا رايحين الامتحان الصبح. تمام، وهنفضل نعمل كده لحد ما نوصل لاخر يونت. طيب انا صعب جدا احفظ الكلمات ومش بعرف احفظها، ومش بعرف احفظ كلمات كتير، وانا بفضل انك تسمع فيديو للكلمات المنهج من على اليوتيوب. هتجيب فيديو هيكون لامم لك الكلمات كلها وهتبدأ انك انت تسمعها. ومن افضل القنوات اللي برشحها ليك هي قناة مستر عمرو رجب، دي بتقدم شرح مفصل وازاي تحفظوا الكلمات. وكده انت معاك طريقتين: يا اما تجيب الكتاب وتحفظ كلمات كل يونت وتطلع الكلمات الصعبة في كشكول، يا اما تسمع فيديو مراجعة للكلمات وهي قناة مستر عمرو، وهتكتب وراها الكلمات اللي انت منتش حافظها والكلمات المتشابهة. تاني حاجة وهي القواعد. كل يونت بيكون ليها جرامر خاص بيها، هتبدأ انك انت تذاكرها وتلخصها سواء مع نفسك او من على اليوتيوب. وبعدين هتشوف اكتر جرامر انت مش بتعرف تحل عليها او فاهمها، وهتجيب اسئلة عليها كتير، وهتبدأ انك انت تحل الاسئلة دي لحد ما تفهم القاعدة دي. يعني مثلا يونت واحد انت بتعرف تحلها كويس، خلاص سيبك منها او عديها، وبعد كده تيجي امسك اليونت اللي انت ما بتعرفش تحل عليها وحل عليها اسئلة كتيرة لحد ما تبدأ انك انت تفهمها. والاسئله دي ممكن تجيبها من على اليوتيوب او مثلا من الملخص اللي انت بتحل منه. انا هسيب ليكم لينك الجرامر كامل شرحه، لو عاوز يونت ولا حاجه هتبدا انك انت تتفرج على الفيديو ده بحيث انك انت تفهم القاعده كويس. طيب كده بعد ما خلصت القواعد والكلمات هتبدا انك انت تحل امتحانات شامله على المنهج كله. طيب نيجي بقى لفروع الامتحان. اول حاجه وهي المحادثه، ودي من اكتر الاسئله اللي في الامتحان الطالب مش بيركز فيها او ممكن يحل بطريقه غلط. طيب هنعمل ايه؟ احنا نقرا المحادثه كويس جدا ونشوف هي بتتكلم عن ايه، ونقرا الامتحان ونشوف الاسئله والاجابات. طبعا في شخصين بيتكلموا في المحادثه، شخص بيسال وشخص بيجاوب، هتعرف مين اللي بيسال من علامه الاستفهام ومين اللي هيجاوب وكده، فانت تبدا تجاوب عليه وهكذا. تاني سؤال وهو أكمل الفراغات. طبعا السؤال ده بيعتمد على الكلمات اللي في المنهج كلها والكلمات اللي انت حافظها، فانت لو عارف معاني كلمات كل يونت وحافظ الكلمات كويس هتعرف السؤال ده وهتجاوب عليه كويس جدا، وبالتالي انك انت تجاوب عليه كويس جدا ومش هتنقص في الدرجات. ثالث سؤال وهو السؤال الاختياري، والسؤال ده برضو بيعتمد على حفظك للكلمات وفهمك للجرامر، فهيجي أسئلة عن الكلمات وهيجي أسئلة عن الجرامر. فانت حاول على قد ما تقدر انك انت تذاكر الجرامر كويس وتحفظ الكلمات كويس علشان ما تضيعش درجات. رابع سؤال وهو سؤال القطعة، وده من اكتر الاسئلة اللي بتخلينا نفقد درجات ومعظمنا مش بيركز فيها. طيب هنعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا نقرأ القطعة كويس ونشوف القطعة دي بتتكلم عن ايه، وما تحلش بطريقة انك انت تشوف السؤال وتطلع للإجابة تدور على الإجابة فوق، لا اقرأ كويس القطعة وبعدين جاوب على الأسئلة. طبعا وانت بتقرأ القطعة تلاقي كلمات عايزة تترجم وانت ما انتش عارف معانيها، عادي سيب الكلمات ديت والجأ للكلمات التانية وابدأ انك انت ترجمها وشوف هي بتتكلم عن ايه. خامس سؤال وهو سؤال صحح الخطأ، والسؤال ده بيعتمد على فهمك للجرامر كويس. يعني مثلا لو عندنا قاعدة used to بيجي بعديها المصدر، ولو جه بعدها الفعل بإضافة الاي ان جي هتبدأ انك انت تكتب غلط، لان في القاعدة بتاعتنا used to بيجي بعديها المصدر على طول. مثلا بقى سؤال الباراجراف، وده بيطلب منك حوالي 120 جملة، هتبدأ انك انت تكتب الباراجراف وتنظم فيه خطك بحيث انك انت تاخد فيه درجات، وكمان انك انت تقفل الباراجراف. مش بعرف اكتب باراجراف اعمل ايه؟ هقولك على طريقه حلوه جدا. لو انت مش بتعرف تحفظ باراجراف او انت ما انتش بتعرف تكتب الجمل، احفظ مقدمه وخاتمه يكونوا حلوين كده ويكونوا سهلين عليك. تاني حاجه هتنظم الورقه بتاعتك، يعني بحيث ان تكون المقدمه الاول وبعد كده الموضوع بتاعك وبعد كده الخاتمه. لكم المقدمه والخاتمه اللي انا شخصيا كنت بحفظهم في الاعداديه وكنت بدخل الامتحان اكتبهم في الباراجراف وكانوا حلوين جدا وسهلين. هسيبهم في الوصف وبس كده. الفيديو خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش انكم انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. سلام.